السلام عليكم. النهاردة معادنا مع معلومة جديدة ونصايح مهمة جدا، بالذات لتمريض الامتياز وخريج التمريض الحديث. هنتكلم فيها ازاي تستفيد من فترة الامتياز، وشوية نصايح هنديهم للتمريض عموما، وبرضه خصوصا للتمريض حديث التخرج. لازم عشان تستفيد من فترة الامتياز في كام نقطة لازم تعرفهم او تشتغل عليهم. اول حاجة الهاند سكيلز. ايه هي الهاند سكيلز؟ هي كل المهارات اللي انت بتعملها بايدك، كل البروسيجر الخاصة بالتمريض اللي انت بتعملها بايدك، من تركيب كانولا، من اعطاء حقنة سواء وريد او عضل او تحت الجلد، سحب المعامل وخصوصا الاي بي جي تكون عارفها، برضو تركيب القسطرة، وده بيشمل اي بروسيجر تمريضي مطلوب منك تكون عارفه. تاني حاجة الادمنستريشن سكيلز. ايه هي الادمنستريشن سكيلز؟ اي حاجة ليها علاقة بالورق تكون عارفه، زي ازاي تسلم وتستلم مريض او دور، ازاي تستقبل عيان وتخرج العيان، ازاي تكتب النيرس نوت. ودي حاجة مهمة جدا جدا ان انت تبقى عارفها، عشان لو حصل حاجة تبقى تحفظ نفسك وتعرف تسيف نفسك عشان لو فيها كلبوش. تالت حاجة الميديكال نوليدج. ايه هي الميديكال نوليدج؟ لازم يكون عندك دايما معرفة وتكون بتطور من نفسك، لازم أن تكون قارئ جيد، مش لازم بس تكتفي باللي انت بتشوفه او باللي انت بتسمعه، لا، لازم أن تشوف وتقرأ وتطبق اللي انت بتعمله. التطبيق اللي انت بتعمله دي حاجة مهمة جدا جدا. ليه؟ عشان يبقى ليك مرجع علمي في اللي انت بتعمله، مش بس بتشوف الحاجة قدامك وبتعملها وخلاص، لا، لازم يبقى عندك مرجع علمي، ومفيش اي حالة كريتيكال تعدي من تحت ايدك او ما تعرفهاش. رابع حاجة الاتيتيود ده بيشمل التعامل مع زمايلك، مع المريض، مع الريلاتيف، مع السينيور بتاعك، ازاي تتعلم منه ان لو حصل مشكلة ازاي تحلها، وازاي تتصرف في المواقف الصعبة او في المواقف اللي فيها مشكلة، وازاي لو قابلك شخص مش محترم او مريض مش محترم او ريلاتيف مش محترمة ازاي بتتعامل معاهم، وازاي بتتعامل مع الناس المحترمة، وازاي بتتعامل مع زمايلك او بيئة العمل ككل. فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا، بل قد يكون اهم حاجة من الاربع خطوات اللي احنا قلنا. يبقى كده ازاي عرفنا نستفيد من فترة الامتياز بتاعتنا؟ ازاي؟ دلوقتي هنقول شوية نصايح عامة للتمرين. النصايح العامة هنقول اول حاجة نظم وقتك واعرف انت بتعمل ايه بالظبط، لان انت في الوقت اللي انت بتضيعه دلوقتي وفي الوقت اللي انت سايبه ده، في واحد تاني بيطور من نفسه وبيطور من معلوماته وبيطور من ذاته وهيبقى احسن منك. فانت ليه؟ خليك دايما قارئ جيد، خليك جعان قراءة عشان تعرف تطور من نفسك وتعمل لنفسك ابديت. تالت حاجة تطبيق اللي انت بتعمله، مش بس تكتفي باللي انت بتشوفه، لا، تطبقه عشان تبقى كويس ومتمكن فيه. خامس حاجة ان انت تكون متمسك بحلمك، ما تسيبش حد يقول رأيه في حلمك، لان ده حلمك انت، وانت اللي هتكبر وانت اللي هتتطور. بعد كده ارمي نفسك في الشغل، بلغة التمريض احشر نفسك مع زميلك في اي مكان رايحه، تروح تتعلم منه وتعرف منه ايه هو اللي بيعمله وازاي تتعلم منه الحاجة المفيدة. بعد كده لازم يكون معاك اللغة في الزمن ده مطلوبة جدا جدا، عشان لو عايز تعمل لنفسك مستقبل. ساعد نفسك بنفسك، محدش هيساعدك. اخر حاجة هقولها لك، ابدأ دلوقتي، ما تستناش، ابدأ دلوقتي. الكلام اللي انا قلته ده كله بواقع خبرتي في العمل وسنين العمل اللي مرت عليا، وحبيت ان انا انقل لكم خبرتي او معرفتي، ويا رب تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة بسيطة. ولو عجبكم الفيديو شير ولايك. شكرا.